يهزم من أسوان 2-1 عشان خاطر يوصل أسوان للنقطة 15 على حساب الزمالك. تحس الزمالك ما دخلش أساسا المباراة، تحس الزمالك ما نزلوش أساسا من القطر، تحس الزمالك لعبتها كلها متراخية. شوط بالكامل الشوط الأول لأسوان ماسك زمام المباراة، ماسك مفاتيح اللعب لنادي الزمالك. تحس المباراة أو الشوط الأول تحديدا كله لنادي أسوان. تحس أيمن الرمادي ماسك في فريرة من بره من على الخط، مكلبشه، ما مخلوش يفكر يعمل ايه، ما مخلوش يفكر في اي حلول. كل شويه يكلم احمد سيد زيزو، طب روح على اليمين، تعالى احمد زيزو، تعالى تاني على الشمال. ما فيش كان حلول خالص الشوط الاول، لذلك كانوا هدفين ولا اجمل لاسوان في الشوط الاول. كانوا ماسكين زمام المباراه، لعيبه رجاله بجد، لعيبه كلهم اثبتوا انهم يستحقوا يلعبوا لزهره الجنوب تماسيح النيل. اسوان تفوز على الزمالك 2-1. بس تحس الزمالك ما نزلش من القطر اساسا، وهات قطر وما تجيبش قطر، وتأجر قطر وما تأجرش قطر. تبديلات فيريرا كلها تبديلات خاطئه. النهارده شيكابالا ما بيلعبش من زمان من بدايه المباراه، النهارده بتلعبوا ليه من بدايه المباراه يا باشا؟ ما اعرفش. طبعا احمد سيد زيزو كان احسن ما في المباراه، ولكن تحس امام عاشور خلى الجماهير تنزل من القطر وراح هو نام مكانهم في القطر، ما كانش موجود اساسا امام عاشور في المباراه. تحس امام عاشور عنده خمول في المباراه، وفيريرا مش عاوز يفوقه، فيريرا مش عاوز يكلمه، فيريرا مش عاوز يقول له طب روح يمين طب روح شمال، بس كل ماسك في احمد زي زيزو روح يمين تعالى شمال، وماسك في احمد السيد زيزو عشان خاطر يشيله المباراه، وماسك في شيكابالا عشان خاطر يشيله المباراه. لا، فيريرا اخطات في المباراه، واخطات في التكتيك، واخطات في الخطه. لذلك فيريرا انت اللي تشيل المباراه. مبروك زهره الجنوب اسوان الفوز على الزمالك 2-1. الف مبروك عشان خاطر يوصل النقطه ال 15 على حساب الزمالك متصدر الدوري. الاهلي وبيراميدز بقى خطه جامده جامده جدا 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 من كرر النهارده امام بيراميدز عشان يكسب 3-0. محدش يقول لي الاهلي كان بيدافع، لا، الاهلي بيجيب الهدف الاول ويرجع ينظم خطوطه ويدافع شويه، ويرجع ينضغط بالهدف الثاني، ويرجع ينظم خطوطه ويلجا بالهدف الثالث. النهارده الخطه جامده جدا 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 من كرة للنادي الاهلي. ما النادي الاهلي كان بيجيب الهدف الاول ويجري يتسرع عشان يجيب الهدف الثاني، بدل ما يجيب الهدف الثاني كان بيدخل فيه هدف التعادل. لا، الخطه كانت جامده النهارده من كولر. النهارده عمل السوليه بصراحه عريس المباراه. حسين الشحات يجيب هدف بدلك، لان حسين الشحات بصراحه بيعك كتير بالكوره في خط ال 18 في السكس يارده. لا، حسين الشحات جات لك كوره جميله جدا جدا جدا، دخلت ال 18 دخلت الست يارده، بترقص وبترقص واحد والثاني وبترقص حارس المرمى، عاوز تدخل بيها جوه الجول يا جدع. ما خلاص رقصت واحد واثنين جوه الست يارده، خلاص شوط يا باشا في الجول. متعك في الكوره ليه؟ حسين الشحات بصراحه عليه علامات استفهام كتيره جدا 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 في النادي الاهلي. ولكن الاهلي النهارده لعب مباراه كبيره جدا وجامده جدا جدا جدا، بغض النظر على الضغط اللي كان عليه من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز نادي كبير بيضم عناصر جامده وقويه جدا جدا جدا، ولكن الخطه اساسا ان الاهلي يجيب الهدف ويرجع تاني ينظم خطوطه، وبعد كده يطلع بهجمه يجيب منها الهدف الثاني فالهدف الثالث. ما نقولش الاهلي ضعيف النهارده ولا في غير مستواه، لا، الاهلي بيجيب الهدف الاول ويرجع ورا ينظم خطوطه. كان الاول بيجيب الهدف الاول ويروح يجري يتسرع عشان يجيب الهدف الثاني، بدل ما يجيب الهدف الثاني كان بيدخل في هدف التعادل. لا، الخطه النهارده من كولر جامده جدا جدا جدا. مبروك مبروك عمرو السوليه، هدفين ولا اجمل ولا اروع في شباك بيراميدز. الف مبروك النادي الاهلي، ألف مبروك لنادي أسوان زهرة الجنوب تماسيح النيل، فوزهم الجامد جدا 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 على متصدر الدوري الزمالك.